السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها يا ولاد، عايزين سندوتشات ايه بكرة؟ ده يقول عاوز حادق وده يقول عاوز مسكر. هما زهقوا واحنا احترنا، كل يوم نفس الأسئلة المتكررة دي. تعالى أقولك بقى على اختراع جميل قوي هيريحك من الدوشة دي ومن الأسئلة دي، وحاجة جميلة وطعمها حلو، والولاد نفسهم هيحبوا يروحوا المدرسة عشان ياكلوها. بس قبل ما نبدأ، لو انتي لسه جديدة معايا، تعالي نعمل لايك واشتراك في القناة، ونعمل شير لصحابنا وحبايبنا عشان يوصلنا كل جديد ان شاء الله. هنعمل النهاردة فطاير هتغنينا عن السندوتشات وعن دوشة بالليل كل يوم. شايفة شكلها جميلة وهشة وحلوة قوي. تقدري تعمليها في اول الاسبوع وتشيليها في الفريزر، والصبح كل يوم يا اما تخرجيها من الفريزر تسخنيها في الميكروويف، او حتى انك هتحطها لهم في اللانش بوكس كده، بس مش هتحتاج حتى تسخين. على ما يجي ميعاد الفطار بتاعهم هتبقى بقت حلوة قوي قوي وجاهزة على الاكل، ومش هتنشف ولا هتبوظ من الفريزر. يلا بقى نبتدي ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ الوصفة. اول حاجة هيكون معانا معلقتين خميرة ومعلقتين سكر، كوباية لبن دافي، معاها نص كوباية مية دافية، وعلبة زبادي. هنقلب المكونات دي كلها مع بعضها وهنسيبها ترتاح 10 دقايق. بس اهم حاجة نخلطها كلها كويس. 10 دقايق مش اكتر من كده، لان احنا لما بنسيب الحاجة تخمر اكتر بعد التسوية بتبقاش حلوة وما بتبقاش هشة ولا طرية، ودي تركة مهمة قوي لازم تخلي بالك منها. دلوقتي شايفة الخميرة ما خدتش 10 دقايق. هنحط بقى نص كوباية زيت على الخميرة، بيضتين معاهم، وفانيليا بسيطة قوي، نقطتين فانيليا عشان بس الزفارة بتاعته البيض. هنحط دلوقتي معانا 600 جرام من الدقيق. ممكن تحطيهم بالتدريج، يعني تحطي تلتين الكمية وبعدين تكملي التلت الباقي واحنا بنعجن. معلقة بيكنج باودر صغيرة ونص معلقة ملح صغيرة. هنعجنهم مع بعض كويس قوي. هندخل الخليط كله في بعضه. هتحسي وانتي بتعجني ان هو بيلزق ومش حلو، وهتخافي من العجينة. ما تقلقيش، هي دي العجينة المظبوطة بتاعتها، بتبقى ملزقة كده في الاول. هنحط بقى دلوقتي 3 مكعبات زبدة، حوالي 50 جرام زبدة، وتكون بحرارة الغرفة. الزبدة أي نوع، عزيزة زبدة سمنة، بس هي الزبدة في الوصفة دي بتخليها هشة وزي القطنية بالظبط. هنعجن بقى كويس قوي. عايزة تعمليها في عجان، عايزة تعمليها بإيدك، أنا عملتها بإيدي ما أخدتش أي مجهود مني خالص. شوية بشوية بتلاقيها حتى بتخرج من الإيد وبتخرج حتى من البولة، يعني شوية هتبقى مش ملزقة. هنسيبها ترتاح 10 دقايق كمان. شايفة ما شاء الله حجمها تضاعف وبقت عاملة ازاي. هنبدأ بقى نخرج الهواء اللي فيها بان احنا بس نضغط جواها كده، ونبدأ نقطعها كور صغيرة بحجم صغير، لان كل كورة هي اللي هتعمل لنا فطيرة او سندوتش، فما نقطعهاش كبيرة قوي. نبدأ نكورها الاول، بنعجنها عجنة بسيطة كده، وبعدين نبدأ نكور بقى كور. بس اهم حاجة ان الكور دي تكون كلها ملساء كده، ونخلي الحتة المفتوحة او الحتة المفتوحة بتاعتها لتحت، ونبدأ بقى نكور. هتعمل معاكي كمية ما شاء الله حلوة قوي قوي، هتكفي طول الاسبوع ان شاء الله. بمجرد النص كيلو او 600 جرام دقيق ده، انا عملت معايا ما شاء الله الله اكبر كمية رهيبة. نبدأ بقى نفرد واحدة واحدة، قطعة قطعة كده، وابدأي بقى انتي ابدعي بقى في الحشو بتاعها. عايزة مسكر ينفع، عايزة حادق ينفع، مربى، جبنة بيضة، جبنة رومي، ممكن صلصة، ممكن كاتشب، اللي يعجبك. لو عايزة تحشيها حتى لحمة مفرومة مفيش مشكلة. عايزة تحطي نوتيلا، عايزة تحطي شوكولاتة، انا حطيت فيها اشكال مختلفة كتير. بس اهم حاجة وانتي بعد ما بتعمليها وتحطي الحشوة لازم تقفليها كويس قوي. وعلى صينية بقى هنبدأ نرصها، لازم تكون واحنا بنرصها لازم تكون بعيدة عن بعضها، لان هي هتخمر تاني في الصينية. مش هياخدوا منك فرد 10 دقايق، قطعة قطعة كده، وابدعي جوه وابدعي وانتي بتحشيها، هتبقى حلوة قوي قوي وطعمها رهيب رهيب. دي جبنة رومي
وفي برضو شكل تاني ممكن تعمليه غير اللي هي الشكل الطويل اللي هو عامل ساندوتشات دي. ممكن انتي تعمليها بس لازم تكون الحشوة بتاعتها متماسكة شوية، يعني ما ينفعش فيها شوكولاتة. هنا برضو انا عملت هنا بكاتشب، كاتشب كان طعمها خطير وريحتها قلب الدنيا. وبتقفليها كويس قوي، وبعدين بتروحي جاية من النص بسكينة وتروحي قسماها كده وتبططيها كده من فوق شوية، بيبقى كأنها وردة، ولما بتستوي بيبقى شكلها خطير قوي، والولاد بيحبوا الشكل ده قوي. لازم نبدع لهم ونغير لهم في الأشكال عشان ربنا يهديهم يا رب ويصلح حالهم وياكلوا السندوتشات بتاعتهم. نبدأ بقى ندهنها بلبن، لبن باودر مع نقطة مية. عايزة تدهنيها بصفار بيضة، عايزة تدهنيها باللي يعجبك، مفيش أي مشكلة. نحط شوية بقى عشان نزود القيمة الغذائية، حبة البركة، سمسم، ده برضو بيديها شكل جميل وطعم أحلى وبيزود القيمة الغذائية بتاعتها. أو ممكن انتي تحددي مثلا الحادق بلون والمسكر بلون، وبرضو التقسيمة السكينة دي بتديها شكل حلو قوي قوي لما تستوي. هنحطها بقى في فرن يكون ساخن قبل كده، هتاخد بالظبط من 15 دقيقة إلى 17 دقيقة، وبتطلع كده منظرها خطير حلو قوي. يعني أنا مش عايزة أقولك هي قد إيه كأنها قطنية، يعني كأنك بتاكلي هوا مفيش، والحشوة مش خارجة منها ولا أي حاجة. رهيبة يا جماعة، رهيبة. ممكن لو انتي خارجة تاخديها معاكي في الخروجة كمان تبقى حلوة قوي. ممكن كمان تفطري بيها مع كوباية شاي، بتبقى حلوة قوي. ولو عجبتك الفكرة لايك بقى للفيديو ولايك للفطاير واشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله. وألف هنا على قلبكم.